صحيفة النهار اللبنانية وعلى موقعها الإلكتروني أوردت خبرا يتعلق بعملية الاستهداف، ثم حذفته بعد ضغط التعليقات التي انهالت على عنوان المقال والصورة المرفقة: مروحية عسكرية إسرائيلية تقصف هدفا إرهابيا في الجولان. هدف إرهابي. الصحيفة المحسوبة على فريق 14 من آذار استقت في البداية أخبارها مما يعرف بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، ثم انتقلت لصحيفة هآرتس التي بررت الاعتداء الصهيوني بأن الشهداء الستة كانوا يخططون للقيام بعمليات تستهدف الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل. أجهزة الإعلام المرئية لم تكن تغطيتها مختلفة، وتبرير العدوان كان حاضرا، كحال هذه القناة التي جاء على لسان محللها أن العملية ما هي إلا محاولة من سوريا وإيران لتغيير قواعد الاشتباك. لكل ما في محاولة من الطرف السوري الإيراني لتغيير قواعد الاشتباك، إسرائيل تتدخل، إما بتقصف مواقع لحزب الله اللي عم يجرب يرسل صواريخ لحدودها، وذلك من أجل تغيير قواعد الاشتباك واستحضار العنصر الإسرائيلي لتغيير وجهة الصراع في الداخل السوري. انسحب الأمر على وسائل الإعلام الخليجية، ولكن بشكل مختلف. وحسب محطة الأخبار السعودية فإن إيران ضحت بهؤلاء الستة وأعطت المعلومات للجيش الصهيوني كي يقتلهم. هل يمكن أن نقول أن إيران ربما بسبب هذه المفاوضات سلمت هذه الأسماء إلى إسرائيل بالنهاية أو الغرب؟ المحطة ذاتها أمعنت في تبرير الفعل الصهيوني، لا بل تبنت الرواية الصهيونية كاملة، وذلك حين استشهدت بصحيفة يدعوت أحرنوت التي عنونت الآتي: كانت إسرائيل أشارت إلى أن مروحية أباتشي قد نفذت غارة على مواقع لمجموعة كانت تخطط لتنفيذ هجوم على أهداف إسرائيلية. ذات المحطات التي اتهمت حزب الله بالمغامر في حرب تموز عام 2006 هي نفسها تبرر اليوم الاعتداء الإسرائيلي، فذاك إذن ليس بالمستغرب. غير أن ثمة تفاصيل لم تناقش ولم يبحث عن رابط بينها: زيارة الفريق الذي استشهد في الاعتداء الأخير، زيارة رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب إلى القنيطرة قبل أسبوع من ذلك، لقاء وتصريح واثق للأمين العام لحزب الله بأن سلاح المقاومة اليوم ليس كأي يوم مضى. من حقنا أن نرد على كل الخطوات الإسرائيلية أيا يكن نوعها، ونحن نقرر متى نرد وأين نرد، يعني الزمان والمكان والطريقة والأسلوب، ولذلك يبقى هامشنا مفتوحا. إذا الإسرائيلي عم يعمل حساباته على أن المقاومة أصابها وهن أو ضعف أو أنها مستنزفة أو أنه تم المس بقدراتها وجهوزيتها وإمكاناتها وعزمها، هو مشتبه تماما، وسيكتشف أنه لو بنى على هذه الحسابات أنه يرتكب حماقة وليس خطأ كبيرا. نقاط قد لا تعني شيئا وقد لا يكون بينها من رابط، ولكن أن تتمحور معظم التغطيات الإعلامية حول تبني الرواية الإسرائيلية وتبرير الاعتداء، فذاك الذي يعني الكثير.